بيقولك بيراميدز كان عنده طموح انه يكسب الاهلي النهارده، ولكن لا يصح الا الصحيح. لا تقولي بقى فريق دولي ولا محلي، لا قوي ولا ضعيف، الملك لا يرى احد امامه، قطار الاهلي لا يتوقف. وصدقوني الماتش الجاي مع بيراميدز هنكسب برضو، ما هو البطل لا يعرف الا الفوز. الاهلي بيفوز على بيراميدز ب3 اهداف مقابل هدفين، والماتش النهارده كان بعنوان قفشه يمارس هوايته القاضيه وربنا يكفيك شر حسين الشحات لما يبقى رايق. بالرغم من اننا تلقينا هدفين النهارده، الهدفين نتيجه خطأين. سجلنا 3 اهداف ملعوبين بمزاج عالي قوي، وبجد يا بخت اللي عنده النينجا والله. حسين الشحات كان ماشي يوزع حلويات على اللعيبه النهارده، كلاحة مفيش ليها مثيل بصراحه، روقان مش طبيعي يا حسين. يعني مان اوف ذا ماتش اقل تقديرا ليه بجد. محمد مجدي قفشه بالتخصص في الدقيقه 85 من نفس المكان والزمان بيسجل قضيه جديده ما دخلتش في بيراميدز بس، دي سمعت في 100 عقبه والله. نزل قلب الماتش صاحب القضية غير برضو، ولا وسام ابو علي. فينك من زمان بجد والله، انت كنت فين يا ابني؟ احنا قبلك ما كناش نعرف يعني ايه مهاجمين، مودست ايه بس يا جماعة وكلام فاضي ايه ده، قناص بيفكرني بكابتن عماد متعب الله يمسيه بالخير. النهارده لما اتحسب لينا ضربة الجزاء فانا بفكر مين اللي هيشوطها، افتكرت علي معلول، ربنا يمسيك بالخير يا رب، اشتقنا والله يا معلول. فانا قلقت بجد والله انا وزعلت، فين علي معلول؟ لحد ما شفت وسام ابو علي، نفس الطمأنينة اللي كانت عندنا وعلي معلول داخل يشوط ضربة الجزاء، هي نفس الاطمئنان والثقة اللي حسيتها النهارده وسام ابو علي داخل يشوط ضربة الجزاء. ليه ستايل مختلف عن اي مهاجم موجود في الدوري المصري حاليا. فعلا لا، وسام ابو علي يختلف عن اي مهاجم في الاهلي وفي الدوري المصري، مش دلوقتي بس اخر فترة كمان. ربنا يحميك يا وسام، فعلا الاهلي يستحق مهاجم زي وسام ابو علي. كريم فؤاد هو كريم بتاع كل ماتش، اللي قادر ينشط الفرقة كلها لوحده. ربنا يحميك يا كيمو والله، دفاع موجود، هجوم موجود، التحامات موجود، كريم فؤاد بيسد في اي مكان في الملعب طول ال90 دقيقة بالبدل ضايع كمان. اكرم توفيق بالرغم انه ما كانش في التوب فورم بالنسبه لي النهارده، ولكن عمل ماتش عالي جدا دفاعيا وهجوميا. محمد الشناوي لا مش ده ادائك بصراحه، مش ده الاداء اللي احنا متعودين عليه من كابتن محمد الشناوي. الجون التاني بتاع بيراميدز النهارده غلطه ساذجه ما يغلطهاش حارس كبير زيك، فما كانش افضل حاجه النهارده. امام عاشور كان مقفول عليه كويس قوي فعلا من لاعيبه بيراميدز، كان متعين له رقابه خاصه طول الماتش، فللاسف ما ظهرش بافضل شكل خالص. مروان عطيه عمل اداء كويس النهارده، شاط 19 كوره من بره ال 18، مفهومش كوره وحشه ومفهومش كوره دخلت الشبكه. محمد عبد المنعم كالعاده ثابت على ادائه ربنا يحميه. رامي ربيعه كالعاده بيبقى عامل ماتش كويس لحد ما يجي المهاجم يعدي منه، فهو يطلع ورا المهاجم بسرعه، هو ما عندوش بقى بسرعه، قبل ما بيوصل بيكون المهاجم وقف وشاط والكره دخلت جون وهو لسه جاي ورا المهاجم. مش كده وبس، ده بيبقى مغطي الاوفسايد كمان. ربنا يحميك يا رامي يا رب. احنا محتاجين نخلص صفقه يوسف ايمن، وهي خلاص الصفقه خلصت فعلا، وهنشوف يوسف ايمن لاعبا في النادي الاهلي قريبا جدا، وفعلا هيكون ليه دور كبير في الدفاع مع عبد المنعم. طاهر عمل ماتش حلو قوي النهارده، ومش النهارده بس، طاهر بقاله فتره ثابت على مستوى كويس، مؤثر في الملعب بشكل كبير، فاتمنى بجد يا طاهر تكمل بنفس الاداء ده. انت عندك كتير والله يا طاهر، طاهر لاعب كبير بجد يا جماعه، بس محتاج يسد ودانه عن جمهور السوشيال ميديا وهيبقى في حته تانية خالص. خالد عمل اداء محترم بالنسبه لانك جايبه من على الدكه اصلا، فلا عمل ماتش كويس. اليو ديانج نزل كبديل النهارده اعتقد لمروان عطيه، فبنسبه كبيره جدا دي اخر مباراه لاليو ديانج مع الاهلي، لانه خلاص يقترب بشده من نادي الخلود السعودي. هتوحشنا يا دبابه والله، بس بجد انت كنت المفروض تخرج من سنه فاتت اصلا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كولر عمل ماتش كويس، التشكيل كويس، التغييرات
تمام، وصل لهدفه من الماتش وهي ال3 نقاط، وده اللي احنا كنا محتاجينه النهارده وهنحتاجه في الماتشات اللي جايه لحد ما نحسم الدوري باذن الله. كانت مباراه ممتعه، ولكن زيها زي اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، لان في النهايه البطل واحد وهو النادي الاهلي. مبروك لكل الاهلاويه، 3 نقاط مهمه النهارده. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وما تنسوش تدعوا لكابتن احمد رفعت الله يرحمه، وتدعوا لاخواتنا في فلسطين. وللي ما يعرفنيش، انا جنى وائل بنت الاهلي، وبس كده.